جونيور، في حين أن منتخب كوريا الجنوبية يلعب ب4-4-2 يمثله في حراسة المرمى كيم سينغ يو، في خط الدفاع كيم جينسو، كيم مين جاي، كيم مون هوان وكيم يونغ وون، جون هو يونغ، هوانغ إين بيوم، لي جي سونغ، وانغ هي تشان، وسون هيونغ بين، وشو جي سونغ. هذه ربع النهائي في الطريق نحو تتويج باللقب الذي تأخر ل20 عاما، في حين أن المنتخب الكوري الجنوبي هو حامل لواء القارة الآسيوية الآن بعد إقصاء المنتخب الياباني أمام نظيره الكرواتي في المباراة التي جمعت الفريقين قبل نحو ساعة من الآن، وانتهت بركلات الترجيح. قبل أن أتحدث عن البرازيل كنا نتحدث منير عن تشيتشي ودوره وأي من تاع نيمار نتمنى يسجلها وكيجول. يا لها من ثقة يتمتع بها هذا اللاعب. يعني عكس تماما الطريقة التي سدد بها مينامينو ركلة الترجيح أمام المنتخب الكرواتي. منذ البداية من أجل الابتعاد كما قلنا عن أي مفاجآت تذكر. ركلة الجزاء برأيك صحيحة خالد؟ صحيحة. كنا تحدثنا ريتشاردسون ذكي كرة قبل أن يمنحها نيمار من أجل إبعاده عن أي ضغط قبل سيسجل أول هدف. نعم، لأنه هذا بالنسبة له لو سجل حيكون عنده تكون تدخله في المباراة وتدخله حتى في البطولة.